بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال برنامجنا النهارده في لوحة الفنان دكتور منصور يونس. احنا هنشوف لوحة وهنتكلم عنها، واحنا دلوقتي في لقاء مع الدكتورة ايفيلين والدكتور منصور. كل سنة وانتم طيبين. عرفنا معاليك الاول. انا الفنان منصور يونس. اللوحات بتاعتك بتتكلم عن ايه، وايه الفكر الجديد اللي انت بتقدمه للمتلقي؟ لا، اللوحات بتحكي واحنا المفروض مهرجان غصن الزيتون ده جزء من المعرض. هو مهرجان غصن الزيتون بيجمع بين الفنانين من جميع انحاء العالم علشان نعمل حاجه اسمها نشر الثقافه من مصر. مهرجان غصن الزيتون المفروض ان هو قبل اخر السنه دي هيتعمل في المانيا. يعني المعرض مش مقيم في القاهرة فقط، بالعكس بيروح أنحاء العالم. لا، هو المعرض جزء من المهرجان. والمهرجان ده يتعمل في ألمانيا. المهرجان كان لسه معمول في مصر هنا الشهر اللي فات في الأوبرا، وبعد كده إن شاء الله الدورة الثانية منه اللي هي نمرة 4 هتتعمل بإذن الله في ألمانيا. احنا شايفين اللوحات هي مختلفة، وكل لوحة فيها بتقول فكرة أو معلومة. عايزين نوصل بفكرك انت للي بيشوفك، واللي عايز يوصل باللوحات بتاعتك تقول له عليه. هي مدارس مختلفة، مدارس فنية مختلفة، لكل فنان رؤيته في العمل الإبداعي. في مدرسة سريالية، وفي مدرسة طبيعية، وفي وحشية، وفي ما بعد الوحشية. ده كل واحد بيرجع بأسلوبه. احنا معانا ولد، ده شغله اللي هو بالرصاص ده ولد لسه ناشئ، يعني موهبة صغيرة خالص. بس حاسة انه حاطط علم مصر كده في. لا، ده فلسطين بيتكلم لا، عن علم مصر. بيتكلم. هو عبر عنها بطريقة كويسة جدا على فكرة. وصورة الرئيس السيسي تصوير جميل جدا معمول بالرصاص. هو بس محتاج ان هو يتمرن ويشتغل كتير. ما هو اكيد برضك منه لسه ناشئ وصغير، كل ما هيتمرن كل ما هي الفكرة عنده هيوسع وهيدي اكتر. تقول ايه حضرتك النهارده وانت جاي لك وفود من كل مكان، اللي هيشوف شغلك واللي هيشوف فكرك واللي هيتعرف على فنان معظم لوحاته متقدمه الوقت في العرض؟ والله انا ببقى سعيد باي حد يجي عشان يتفرج على معرض فنون تشكيليه. الفنون التشكيليه من ارقى انواع الفنون اللي بتتقدم، بتهذب الذوق وتنقي، تخلي العين تقدر تنتقي الجنون واللون، تعبير وحياة. فهو كل ما بيقرب من الفنون التشكيلية بالذات، السلوك العام في الشارع حتى بيتغير، يبقى أرق. بس كان الأول الفنون التشكيلية دي مالية كل مكان بشغل النت الوقت وشغل السوشيال ميديا والكلام ده، عادوا بيتجهوا ان هم فعلا يعملوا اللوحة على الكمبيوتر، او انهم بسيط قوي اللي بقى زي حضرتك كده منتمي المدرسة ومتخصص فيها وعايز يبرز ويدي فيها. مش مهم يعملها ازاي، المهم يشتغل. شغل الكمبيوتر والتكنولوجيا ده ملوش علاقة بشغل الألوان والفرش، بس هو بيتعلم الأول يعبر. هو لو عبر أصلا يعني على أي برنامج فوتوشوب ممكن بعد كده يقدر يستخدم. ده من الموهوبين اللي هو موهبة ما درستش. الموهبة اللي ما درستش دي على فكرة لازم يدرس، لأن لو ما درسش بيفضل واقف في مكانه، ما بيبقاش في جديد. فكل لما بيعرف معلومة مش لازم يدرس في أكاديمية أو في لو فاتوا مرحلة التعليم، بيدرس من أعمال الآخرين ورأي النقاد. يعني هو ممكن ياخد لوحة فنان عمل قبله ويبدأ يعمل الرطوش عليها؟ لا. امال يتعلم منه ازاي؟ يتعلم منه ويشوف يستخدم اللون ازاي، ليه عمل اللون ده هنا، يدرس اللوحة الثانية ازاي يوظف الالوان في اللوحة تبع الكلية. ما بتعلمش يطلع فنان، الكلية بتعلمه ازاي يستخدم الخام وازاي يحس بيها ويدرس اعمال الاخرين. هي دراسة الفنون هي دراسة اعمال الاخرين اللي هم الناس العباقرة اللي قبلينا. انا من شوية دكتور كلية هندسة قال ان الفنان بيتولد فعلا عبقري بيقدر الفنان موهبة، لو مفيش موهبة مفيش فنان. ومش معنى ان هو عارف يرسم شكل ان هو بقى فنان، ده كده رسام. الفرق بين الرسام وبين الفنان اللي هو بيبدع. اما الرسام ممكن ينقل
يعني انا ممكن اشوف لوحه انقلها كده انا برسم، تمام. فاهماني؟ بس الرسم اول مرحله في الابداع، هو بس يعرف يرسم. على فكره ممكن الانسان يبدع بالالوان من غير ما يعرف يرسم، اللي هي السرياليه، فاهماني؟ او الرتوش او الرمزيه، فاهماني؟ ممكن يشتغل بيها الاول، شويه شويه هيقدر يشتغل، يعرف لو عرف يعبر ممكن يتعلم ازاي يرسم. انما وده اللي هو احنا ما ينفعش عايزينه في يعرف النشأة يرسم، ما عندنا. ينفعش يبقى بيعرف يرسم ويبقى فنان. في ناس بتنقل، اخرها بتنقل، ما عندهاش انا ممكن اجيب لوحة كده ما عندوش الموهبه اللي هي والاقي الرؤية. نفسي بنقل منها لا، مفيش وبعمل زيها طبق الاصل. مفيش رؤيه، مفيش فنان. تمام. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. من خلال معرضك احنا هنشوف آراء الناس وهنشوف فكرة الناس طبعا عنك، شرفتيني وده وجودك نورك يعني وربنا مهم جداً يبارك لك. عندنا. أنا سعيدة بيه.